بهدف تعزيز قدرات حماية حرية الملاحة والتجارة عبر الخليج العربي. أعلن الأسطول الخامس الأمريكي عن مناورات تقودها بريطانيا تحت اسم الرمح الثلاثي. المناورات العسكرية تعقد قبالة سواحل البحرين بين 31 من يناير والثاني من فبراير، قيادتها بريطانية بمشاركة أمريكية وفرنسية وأسترالية، ومن شأنها محاكاة مواجهة مع إيران في مياه الخليج العربي. القوات البريطانية تشارك بسفينتها الحربية البرمائية أوشن، وهي حاملة طائرات هليكوبتر ومدرعات عسكرية صنعت بهدف دعم عمليات إنزال برمائية، وكذلك تستخدم مدمرة مزودة بصواريخ موجهة من طراز ديرينغ المضادة للطائرات والصواريخ. الولايات المتحدة من جهتها تشارك بمدمرتين من طراز أرلي بيرك أيضا مزودتين بصواريخ موجهة، أما فرنسا تشارك بالفرقاطة فوربن المضادة للطائرات، بالإضافة إلى مشاركة سفن حربية أسترالية. من المتوقع محاكاة سيناريوهات تدمير طائرات مقاتلة إيرانية، بالإضافة إلى سفن ومنصات إطلاق صواريخ ساحلية. تجرى المناورات على خلفية مناوشات بلغ عددها 35 في النصف الأول من 2016 فقط، حدثت بين البحرية الأمريكية والسفن الإيرانية في الخليج. أرفد الجنابي، الحدث.